شي يصير لو اخذنا اثنين وخليناهم ببيت مسكون؟ تعالوا انا اقول لكم ايش راح يصير. لو اخذنا اثنين وخليناهم ببيت، واحد يؤمن بالجن والثاني ما يؤمن به، وبمنتصف الليل سوينا حركة بالبيبان وبالشبابيك. هسه الاول اللي يؤمن به تلقاه خايف ومرعوب ومحتار، مرة يخابر استاذه، مرة يخابر الشيوخ، يريد يتخلص من هذا الشيء، وعلى الاغلب ما راح ينام من الخوف. اما الثاني راح يقول مجرد هوا، يحط راسه وينام. هذا هو تأثير الاعتقاد، مع انه بنفس المكان وبنفس الوقت وبنفس الحركة، ولكن الفرق بيناتهم هو الاعتقاد. فاذا كان اعتقادك لصالحك راح تعيش مرتاح وما مهتم، اما اذا كان اعتقادك ضدك فتأكد راح يخرب حياتك. فالقصد من هاي الفكرة، قبل نشرت مشاريع، شنو تقدر تفتح 100,000 المشاريع، وشنو تقدر تفتح 200 و300، ولكن للأسف لقيت البعض يقول لك بس ندخل مشاريع راح نفشل. يعني خال باعتقاده بس يدخل مشروع يفشل. إذا كان هذا اعتقادك فتأكد راح تفشل. أما إذا كان اعتقادك بالنجاح، حتى لو فشلت مرة مرتين ثلاثة، ولكن بالأخير راح تنجح. فلا تنسى الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والسعي من عندك. شي يقول لك اسعي يا عبدي وانا عينك، وكذلك يقول لك انا على الظن عبدي بي، ان ظن خير فله وان ظن شر فله، وكذلك تفاءلوا بالخير تجدوه. اتفائل بالخير وان شاء الله يوفقكم ويرزقكم، وتوكلوا على الله. ان شاء الله راح انزل لكم فيديوهات على الانستغرام. طبعا هنا لازم كل يومين انشر فيديو، ولكن انستغرام اقدر انشر مره مرتين ثلاثه باليوم، حتى 10 باليوم، 10 فيديوهات باليوم. اذا تريد تشوف فيديوهات ادخل على انستغرام وسوي لي متابعه. راح انشر فيديوهات مشاريع تقدر تفتحن. اروح لابو جمله وراح اقول لك شنو تقدر تفتح ب 100,000 ب 200 ب 300. لا تنسى تسوي متابعه والاشتراك بحسابي تيك توك وكذلك بالانستغرام. وتحياتي لكم.